أنباء عن وفاة ناهد متولي العائدة إلى الإسلام بعد 30 سنة قضتها في المسيحية. الخبر غريب والتوقيت بتاعه أغرب، وده اللي هنعرفه الأيام الجاية. يا ترى ناهد متولي اتوفت ولا هي إشاعة؟ انتشر منذ قليل خبر عن وفاة ناهد متولي العائدة إلى الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مش متأكدين من الخبر، وده اللي هنعرفه الأيام الجاية، وده اللي هنحاول نوصل لبنتها ونتأكد منها. يا ترى ناهد متولي توفت ولا لسه على قيد الحياة؟ ده مش بس كده خبر وفاتها، لأ كمان ده خبر بيقول إنها هيتصلى عليها والجنازة بتاعتها هتخرج من الكنيسة مش من المسجد. الكلام كتير جدا وكل الناس عمالة تتكلم في موضوع ناهد، وأي خبر بيخص ناهد متولي دلوقتي بيعمل انقلاب على السوشيال ميديا، سواء أسلمت أو ما أسلمتش، رجعت من المسيحية أو ما رجعتش، توفت أو ما توفتش، لكن كل أخبار ناهد حاليا بتعمل انقلاب على السوشيال ميديا. لكن في كل الأخبار دي احنا ما يخصناش أي حاجة، وهي حرة ترجع للإسلام، تفضل في المسيحية، هي براحتها وهي حرة، ليها حرية الاعتقاد، وربنا هو اللي هيحاسب الجميع. أما عن خبر وفاتها فهو إلى الآن مش مؤكد، وبيحاولوا أو كلنا بنحاول نوصل لمنال بنت ناهد متولي علشان نتأكد من خبر وفاة والدتها، هل هي توفت ولا هي لسه على قيد الحياة. أما عن الجمهور ففي شريحة كبيرة جدا من الجمهور بتقول إن كل الأخبار دي ما تخصناش، وإن إحنا عندنا غلاء ووباء ومش فاضيين أبدا لمثل هذه الأخبار والخزعبلات. وفي الحقيقة أنا من مؤيدي الرأي دون، إن دي أخبار ما تخصناش خالص، لكن إحنا فعلا عندنا حاجات كتير جدا، عندنا وباء، عندنا مدارس داخلة، عندنا حاجات أهم كتير من المواضيع دي، وخصوصا في مجتمعنا في الحقيقة، لأننا كلنا اتربينا على إننا واحد، مفيش بينا غير كل ود وكل احترام وكل عشرة طيبة، وإن دي أخبار مش مهمة خالص بالنسبة لنا. لكن طبعا أنا معاكم بنقل لكم الأخبار خطوة بخطوة وثانية بثانية، وأي حاجة جديدة هنقلها لكم زي ما هي. أما عن خبر وفاة ناهد متولي فإلى الآن الأخبار متضاربة ما بين اتوفت أو لسه على قيد الحياة، لكن أنا معاكم بنقول لكم كل الأخبار الجديدة، وخصوصا إن في ناس كتيرة جدا مهتمة بموضوع ناهد متولي، وناس كتير طبعا يعني الموضوع مش شاغلها قوي، لكن في كل الأحوال هنقول لكم كل الأخبار الجديدة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، استنوني في أخبار فنية جديدة وأخبار ترندات جديدة.